مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة أقولك إني بحبك. وكمان صوتك حلو. فكري بيه، إيه اللي جابك هنا؟ القمر غاب عن اليخت، فقلت اجي بنفسي اساله هينور امتى. ولو حد شاف يقول إيه؟ جيت اتفق مع مرات ابوكي على موضوع الاكله والشقه الجديد. خالتي عديلة مش موجودة وأنا هنا لوحدي، لو كنا نعرف إنك جاي كانت هي استنتك. كنت أنا لبست حاجة تليق بالمقام. دي كده احلى واحده في الدنيا. يعني مش ناوي تبطل شقاوة؟ انت مش ناويه تبطلي تقلي؟ فكري بيه، احنا الطريق بينا مسدود. اللي انت عاوزه مني ما اقدرش عليه، واللي انا عاوزاه منك ما تقدرش تديهولي. انا مستعد اديكي اي حاجه تطلبيها. بنت يا دلال، انت لسه ما رحتيش الشغل؟ عن اذنك يا فكري بيه. مالك يا ست عديله؟ راجعه مسؤول زعلانه ليه؟ 100 مرة نبه عليها ما تبانش على حد وهي بالشكل ده. معلش انا اللي طبيت عليها من غير ميعاد. انت تنور في اي وقت يا فكري بيه. طيب يا ستي، قلت ايه في الموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده؟ انا مستعجل يا ست عديله. ايوه بس انا مش عارفه هيجرى لنا ايه بعد ما نسيب البيت ده. ما سابها وقلت لك ان الشقه التانيه جاهزه، شقه هايله في عمارتي الجديده. بس دي هنقدر ندفع ايجارها ازاي بس؟ من الناحيه دي يا ستي ما تشيليش هم، مش هتدفعي مليم زياده عن اللي بتدفعيه في البيت القديم ده. لكن البيت ده اخر حاجه من ريحه المرحوم، ازاي بس نسيبه؟ اظن الكلام ده ملوش لزوم. على العموم ما تتاخروش عليا اكتر من كده. عن اذنك. مع السلامه يا فكري بيه. سايبالي بقيه الغسيل انشره؟ اللي يشوف عمايلك يقول ان كنت خدامه عند المرحوم ابوك مش مراته. استني هنا. لا لا خليك ترد عليا، فاهمه؟ عاوزاني ارد عليكي وتردي عليا، وبدل ما اروح الشغل نفضل في خناق ونقار. عايزاك تراعي حرمه ابوك في تربته، الراجل اللي عاش طول عمره محترم. مفيش داعي تتمحاكي في ابويا، محدش كان بيحبه قدي. وتفتكر انه هيبقى مستريح في قبره وسيرة بنته على كل لسان؟ قطع لسان اللي يجيب سيرتي، انا اشرف بنت في البلد. عشان كده واقفه مع الراجل وكل لحمك باين؟ الله، وانا ايش عرفني ان هو هيطب عليا؟ ويا ريت على كده وبس، الا شويه مع سالم وشويه مع عطوه وشويه مع اجدع ما فيهم يحط عينه في عينيا ويقول لي قدر ياخد مني ايه. امال بيعرفوك ليه؟ عشان سواد عينيكي؟ مش ذنبي بقى اني طلعت حلوه واي راجل يتمنى ضفري. ورحمه الغالي لكلم عمك في الزقازيق يجي يشوف اخره المسخره دي ايه. صباح الخير. صباح الخير.
مهندس هنا؟ اهلا 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 في الكريم. صباح الخير. صباح الخير. زي العاده نظبط الساعه على مواعيد حضرتك. ايه اخبار مشروعنا؟ الحمد لله كل خير. الموقع بالفعل ممتاز. كان عندي سيادتك حق. انا شايف ان احسن مكان للسوق التجاري هنا على شمال الطريق. الشريط اللي جنب البحر نبني فيه شاليهات. تمام. بس ده محتاج ان الشركه لازم تمتلك كل الارض اللي هنا لغايه الخط ده. انا فعلا اشتريت معظمها، يعني من هنا لغايه هنا. والمنطقه دي فيها بيت صغير، انا اتفقت مع السكنه اللي فيه تقريبا، يبقى مش فاضل غير حته الارض اللي جنبها دي. ايوه، هي دي المشكله اللي قدامي. لازم تحلها يا فكري بيه، لان من غير حته الارض دي مش ممكن ينفذ المشروع. فتحي، ايوه يا كبير. عملت ايه مع اولاد الحاج رضوان؟ مش عايزين يبيعوا، وبالذات الكبير. قصدك اللي قاعد في مصر؟ ايوه، عطوا. مش هتفتح يا عطوة. اركب يا بت. ازيك يا دلال؟ تسلم يا عطوة. يا ترى مرتاح في مصر؟ ما فيش زي بلدنا. طب وايه اللي غصبك تعيش هناك؟ هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش. وهي الورشة بتكسبكم شوية؟ الله، انت هتنق يا بت انت ولا ايه؟ انا برضه انق. هي بتكسب ايوه، بس مش قد المعرض اللي في مصر. طيب وبنات مصر؟ ولا واحدة فيهم تقدر تنسيني جمالك وطعامتك. ايوه يا اخوي، كل بعقل حلال. انا هقدر برضه. ها. وهشوفك امتى؟ ليلة شم النسيم. أنا خلاص هموت من الجوع. ما يلا نروح نتغدى يا سالم. مش لما اخلص نهر الايام اللي في ايدي ده ولا ايه؟ ما انت عارف شوقي اخوك مفجوع من يومه. الحمد لله بالسلامة يا عفا. الله يسلمك. ازيك يا ولاد؟ الله يسلمك. ها، ايه اخبار الشغل؟ عال خلصنا. لا خلصنا انت من سيرة الشغل ويلا بينا. عطوة يسلم على امه واحنا نتغدى. مفجوع. عفاطي وبحصل لي مفاتيح على البيت. حصيني قوي. تقولش قلبي حاسس انك جاي. عامله الصيادين اللي بتحبها. هايل هايل. طب الحمد لله بقى انك جيت. يا اخي انت على طول كده همك على بطنك. بسم الله الرحمن الرحيم. هايل هايله. هايله معاك. الحمد لله. كل شويه فكري بيه بعت لنا تاني. الظاهر انه مصمم يشتري حته الارض بتاع الورشه. لا ده بعد نجوم السماء قربت. ليه بس؟ دي فرصة ما كناش نحلم بيها. وانت ايه رايك؟ رايي اننا نقابل الراجل ونسمع العرض بتاعه، ويا نقبل يا نرفض. احنا هنقابله فعلا، لكن عشان نفهمه ان ورثه الحاج رضوان عمرها ما كانت للبيع ولا عمرها هتكون للبيع. يسلم فمك يا بكريه. ونبيع ليه؟ ما دام اللي بيجينا منها مكفينا وزياده. نبيع عشان ما نفضلش طول عمرنا نجارين. انت يا ابني كاره ورشه ابوك كده ليه؟ اشحال لما كنت شبهه بخلق الناطق. ده كمان اتفق مع الست عديله انها تسيب له البيت وهيهده. غريب. امال يعني دلال ما قالتليش. وانت شفتها فين اللي ما تتسماش دي؟ قابلتها اول لما وصلت. ربنا يا ابني يبعدها عن طريقك. جرى يا حاج؟ انت خايف عليا منها ولا ايه؟ دي بنت فجره ماشيه على حل شعرها. ياما حرام عليكي،
دي بنت مكسوره الجناح. يا اخي كسر رقبتها. ايه صعبان عليك قوي؟ مش جارتنا؟ يا حنين. يا سلام يا سلوى، لو اغمض عيني وافتحها الاقي نفسي في لك شم النسيم. مش قوي كده. على ايه يعني؟ انا عارفه ايه اللي عاجبك فيه. كل حاجه عجباني فيه. عينيه، شعره، ايديه، كلامه. اللي ما شفته يوم هز طوله وجاب لك هديه عليها القيمه. كفايه اشوفه قدامي، دي احلى هديه. اشمعنى يعني هو؟ بحبه. بتحبيه؟ يا خيبتك التقيله يا اختي. قلت ايه يا ابله؟ قلت لا اله الا الله. تقصد ايه؟ الورشه دي هي اللي بناكل منها عيش، ومش ممكن حد ياخدها مننا. انا مش عايز اخدها، انا عايز اشتريها، واشتريها ب80,000 جنيه. وهنعمل ايه بالمبلغ ده؟ تقدروا تعملوا اي مشروع يعجبكم. شركه تصدير، استيراد، توكيلات. يا فكري بيه، احنا ناس صنايعيه والنجاره كارنا من صغرنا، وما نفهمش في اي حاجه غيرها. عن اذنك. على العموم فكروا على مهلكم، المهم تردوا عليا في بحر شهرين. الحكايه مش مستاهله تفكير، والكلام اللي سمعته ده اخر كلام عندنا. خلاص انتوا حرين. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه يا فكري بيه. الله يسلمك. هو الفيديو بتاعكم ماركته ايه؟ اخو الفيديو بتاع حضرتك. كده؟ طارق شوقي، خد الفيلم ده هيعجبك قوي. انا شاكر قوي يا فكري بيه. مع السلامه. السلام عليكم. دي كانت فرصة العمر، نشفت دماغك وضيعتها علينا. وطبعا ده رايك انت راخر. الحقيقه انا مش فاهم انت ازاي ترفض مبلغ كبير زي ده يا عطوه؟ عشان ناخد مبلغ اكبر منه مرتين ثلاثه. ازاي يعني؟ يعني فكري بيه روحه في ايدينا، ومن غير ارضنا ما يقدرش يعمل المشروع بتاعه، وهتضيع عليه الفلوس اللي كعاها. عشان كده لازم يدفع لنا دم قلبه. يبقى انت موافق على البيع؟ طبعا موافق، لكن بالثمن اللي يدخل مزاجي. غريبه. طيبتك دي هتوديك في داهيه يا سالم. امتى بقى تتلحلح وتتعلم ازاي تلاعب الخلق دول؟ وهي اللحلحه ان الواحد يكذب على امه يا عطوه؟ بتهيألي يا فكري بيه لو رفعت الثمن كمان شويه هيوافقوا. يا باشمهندس المبلغ اللي عرضته عليهم يساوي قيمه الارض مرتين. اصل الجماعه دول اتسارعوا، ما بقتش في حاجه تشبعهم. انت السبب في المشكله دي. ما كانش لازم يعرفوا احنا ليه عايزين نشتري الارض منهم. ما كانش لازم يعرفوا اي حاجه عن المشروع بتاعنا. اهم فهموا دلوقتي اننا تحت رحمتهم وطمعوا فينا. شكرا. الله، تسلم ايدك يا حاج. مالك يا حاج؟ زعلانه ليه؟ عاوزين تهدوا في لحظه اللي ابوك بناه في سنين وما زعلش؟ عاوزين تبيعوا الورشه اللي قضى عمره كله فيها وما زعلش؟ يا ريتها دامت ايام الحاج يا اما. الظروف دلوقتي خلاص اتغيرت. الدنيا خلاص سدت في وشنا من كل ناحيه. الخشب ممنوع نستورده احنا بمعرفتنا. الحكومه بس هي اللي تجيب الخشب من بره، واداره التعاون توزع الحصص على التجار بمعرفتها وبالواسطه. والعمال الكويسين هاجوا وسابوا البلد وسافروا، والخامات بتغلى، وسوق الموبيليا مضروب. ولما نطلع البضاعه بتاعتنا بره بورسعيد يدفعونا عليها جمرك، مع انهم بيدونا الخشب بنفس الاتمان اللي بيدوها لدمياط وغيرها. وفي الاخر تيجي الضرايب وتعمل تقدير جزافي،
ويقسمونا في الملاليم اللي بنكسبها يا أم. اللي يسمع كده يقول علينا مش لاقيين ناكل. لا 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 لا، الحمد لله، ده احنا بناكل أحسن أكل وبنلبس على الموضة، بس يا دوب كده وبس. يعني ايه؟ يعني مش قادرين نبيض البيت ولا نغير العفش. بذمتك ياما دي موبيليا تليق بينا؟ اهو اللي يخش بيتنا يقول على رأي المثل باب النجار مخلع. يا ابني ريحنا، الله يريح قلبك. ده انت بالذات اللي حاطه املي كله عليك. اشمعنى انا يعني ياما؟ عطوة من يوم ما عرف سكة مصر ورجل هنا ورجل هنا، وهو ما فيش حاجة في دماغه غير التجارة والمكسب والفلوس. وشوقي شعنون من يوم الحاج الله يرحمه لما مات سابه عيل ما لحقش يشرب منه الصنعة ويحبها. وانا ماليش بركه الا انت ياما، وليك عليا طول ما انا عايش اسم الحاج رضوان يفضل ملعلع. ها استريحتي؟ لا ليه بس؟ مش ممكن هستريح ولا يهدى لي بال الا لما تتلم على بنت الحلال اللي تهنيك وتريح بالك. كله باوانه ياما. يا قلبي يا ما يا موحة ومراتك حلوة مفتوحة، يا قلبي يا ما يا موحة ومراتك حلوة مفتوحة، يا علي وقولي ده قلبي يحب النوري، ابكي علي وزمري ده قلبي يحب الجمالي، ابكي علي يا رحمة ده قلبي يحب اللحمة، ابكي علي وبس ده كان بيحب العدل، ابكي علي وبس ده كان بيحب العدل. ربنا يحرقهم بجد. مش كان شاف له شورت ابيض؟ ما لقيناش. طب استاذن انا بقى يا جماعه. على فين عفو؟ لا ده شغل مالكوش فيه. يا عم. سلام، كل حاجه وانتم بخير. سلام. بقول لك يا سالم، ما تيجي احنا كمان نشوف لنا عصفورتين كناريا كده نطير معاهم. انا ماليش في الحاجات دي. مالكش في الحاجات دي ولا بالك مشغول بدلال ومش عايز تبص لغيرها؟ انا بالي مش مشغول بحد. الله، امال مش عايزنا ليه نعلق بنتين ونهيص معاهم الليله دي؟ عشان ما احبش احرج نفسي ولا اجيب الكلام لروحي. ازيك يا عطوة؟ ايه بتس
وريني بسيطة جت سليمة. الفستان باظ، عين عديلة كانت تدب فيها يا استاذة ساعة ما شافتني وانا نازلة. ولا يهمك، اصفريها شوية مفيش حاجة هتبان. حاسس يدخل علينا. طب تعالي يا مرسى. اسبقني انت، انا هعدل فستاني وهحصلك على هناك. ماشية معاك يا عم اخر حلاوة، البنت تتاكل اكل. يا ناس يا شر، كفاية قر. قر يا جدع انت. قول لي، ناويين تكتبوا الكتاب امتى؟ كاتب كتاب ايه يا راجل يا مجنون انت؟ ده قال دي بتاعت مزاجه بس. الله، طب وليه ما تتجوزهاش؟ لاني مش مستعد يطلع لي قرون، مش مستعد امشي اكلم نفسي. سلام. سلام، والقلب داعيلك. على مهلك يا جميل، هي الدنيا هتطير. دلال. بتفكري في ايه؟ ولا حاجة. هو لسه واقف مطرحه؟ عطوة. اه. لا مشي.
بيضايقك؟ وهو ماله بيا؟ ما لسه بدري يا ست هانم. والله وصلنا اليخت. انت جرالك ايه؟ ما جراليش حاجه، واحده مش عاوزاه، مش طايقاه. ما تبعد عني بقى يا اخي. اسمعي بقى ما اقولك، انا ما بحبش امور اللاوعة دي. ما كنت كويسة من شوية. كنت عبيطه، فاكراك تستاهل. ودلوقتي بقى طلعت ما استاهلش. روح اسال عتريس، مش انا بتاعت مزاج وبس. ما ريقش ابقى مرات حضرتك. ما تبقيش على نياتك امال. انا ما اقدرش اعيش من غيرك بعد النهارده. امال قلت الكلام ده لعتريس ليه؟ داري على شمعتك تقيد. نفسي اصدقك. الميه اتكدب الغطاس. الصبح استنيني مطرح ما اتقابلنا. هاخدك معايا مصر واكتب عليكي هناك. صحيح يا حبيبي. عطوة بعد كتب الكتاب. مسكين يا فكري، يا ترى هتحلها ازاي؟ هي ايه؟ المشكلة العاطفية اللي انت عايش فيها دي. انت بتحب البنت دي. وعرفت ازاي؟ شفتك وانت بتبص لها، عينيك فضحتك. ناهد، ارجوك تسيبيني لوحدي. حاضر يا فكري، بس على فكرة انت ذوقك بقى بلدي قوي. شايفه استهانم الساعه بقى كام؟ 4 صباحا. على كل حال انا مش هتعب قلبي معاكي بعد كده. انا اللي عليا عملته وبعت لعمك بيومي يجي يشوف له حل معاكي ويلمك من السيبان اللي انت فيه ده. أنا حبيت أديكي فرصة تدافع عن نفسك. خفت لا تكون عديلة ظلماكي.
لكن بعد اللي انت قلتيه تأكدت تماما بان ليها الحق في كل كلمة قالتها. يا عمي انا انت لازم تسيبي البلد دي حالا. هتيجي معايا الزقازيق تعيشي معززة مكرمة مع مرات عمك وولاد عمك. واسيب شغلي في البوتيك يا عمي؟ انت بتسمي ده شغل؟ ده فضيحة. شوف يا دلال، احنا ناس اشراف عايشين طول عمرنا راسنا مرفوعة في السما فوق. عايزة النهاردة تبوظي سمعتنا وتجيبي لنا العار بالاستهتار بتاعك ده؟ مساء الخير. اهلا يا دلال، اتفضلي. لا انا هدخل لدلال على طول، اصل مستعجله قوي. لا استني شويه، اصل دلال مشغول مع عمها بيومي. رتبي امورك، هاجي اخدك معايا الاسبوع الجاي. شفتي المصيبه اللي حطت عليا؟ مصيبه ولا حاجه، هدي نفسك انت بس، دي مدائت لما فرق. لكن ليه تسافر ما دام ملهاش رغبه تعيش في الزقازيق؟ عمها شايف كده، هو مصمم على رايه. ايوه بس هي مش قاصر. مش قصر، بس برضه ما تقدرش تقول له لا. لكن حرام البنت تسافر. دلال لازم تفضل هنا وتبقى تحت ايدك، مش كده؟ عارفه ايه اللي ممكن يلغي حكايه السفر دي؟ ايه يا فكري بيه؟ انها تتجوز. تتجوز؟ ازاي؟ اذا كان الجدع اللي هي بتحبه خلي بيها وسافر. لكن الجدع اللي هو بيحبها لسه هنا ما سافرش. ايه ده يا شوقي؟ ده موتوسيكل الاسطى بتولد السرج، قلت له مش هرجعه لك الا لما تخلص لنا اوضه السفره. وقال لك ايه؟ وعدني انه هيخلصها على اخر الاسبوع. برافو عليك. يلا بقى بينا نروح، انا النهارده اللي ميت من الجوع. طيب اركب ورايا واربط الحزام جامد. واقفل الباب كمان. اهلا وسهلا يا فكري بيه، شرفت. اهلا. الورشه والحته كلها نورت يا فكري بيه. يا ترى غيرتوا رايكم ولا ايه؟ الحقيقه عطوه مصمم انه ما يبيعش. وانا مصمم ان انا اشتري ومستعد ادفع 100,000 جنيه. قلتوا ايه؟ يا فكري بيه الراي راي عطوه، هو الكبير وعطوه دماغه ناشفه قوي. بس انتوا مش عيال صغيرين. دي دلال جارتكم، اسمها بنت غلبانه مش مستسلمه لعمها زي ما انتم مستسلمين لاخوك. تقصد ايه يا فكري بيه؟ 100,000 جنيه تمن كويس وعادل ومصلحتكم انكم تبيعوا كمان. لكن ايه دخل ده بدلال وعمها؟ هو مصمم ياخدها الزقازيق تعيش معاه هناك، وهي بتحارب علشان تفضل هنا. بتعيط وتتخانق وتصرخ وتترجى. مسكينه. كل اللي بتعمله ده مش هيفيدها. مش ده الحل. امال ايه الحل؟ مفيش غير انها تبقى في عصمة راجل، وده طبعا مش في ايدها لوحدها. يعني لازم تقدم لها عريس. وده مين اللي يفكر انه يتجوزها وهي سمعتها؟ شوقي، دي جارتنا وما يصحش تقول عليها كده.
دلال بنت طيبة ومحرومة من الحنان. محتاجة الراجل شهم يفهمها ويمدلها ايده ويحبها. ها سالم، أنا معتمد عليك. كلم عطوة، فهمه إن مصلحتكم إنك تبيعوا، وإن مبلغ 100,000 جنيه ده فرصة مش هتتكرر تاني. ها؟ سلام. سلام. سلام الشغل. اتفضل. معقول كده يعني من غير ما تشرب شاي ولا أي حاجة؟ معلش، خليها فرصة تانية. السلام عليكم. مع ألف سلامة. سالم، ازيك يا دلال؟ وحشاني. يا سلام، عشان كده بتسأل عليا؟ ما انت بصراحة آخر مرة كنت بتطفشيني. يا ما في الحبس مظاليم. الغرض رايحة فين؟ هروح فين يعني؟ مروحة. لا، هتيجي معايا نضرب كده بالمركب بولطة في الغاطس وناكل سمك مشوي وجمبري زي زمان. ماليش مزاج يا سالم. والنبي ما انت كسفاني. ده انا عندي كلام كتير قوي عاوز اقوله لك. طيب. شوية بوي بقى، انما ايه يستاهلوا بقك بجد. خدي دوقي دي. لذيذ قوي. بالهنا والشفا. كل انت بقى. طب كل دي بقى عشان خاطري. زعلانة يا دلال عشان مسافرة؟ طبعا يا سالم، أنا زي سمكة عاوزينها تعيش بعيد عن المية. تقبلي تتجوزيني يا دلال؟ لا. ليه؟ أنت عاوز تتجوزني عشان عشان صعبانة؟ بحبك من زمان وطول عمري بحبك. صدقيني يا دلال مش هتندمي لو اتجوزتيني. أنا خايفة لا تندم أنت يا سالم. أنت أصلك مش عارفني. عارفك ومش عاوزك تسافري. أنا كمان مش عاوزة أسافر. مش هقدر أستحمل عيشتهم. يبقى لازم نتجوز. أرجوك يا دلال توافقي. موافقة. وانا قلت لا يعني لا. البنت الفسانه دي لا يمكن تبقى مرات ابني. ياما حرام عليكي، كفاية ظلم. دلال غير ما انت فاهمة خالص. وانت هتقول ايه غير كده بعد ما ضحكت عليك وكانت بعقلك حلاوه؟ أنا ما بقتش عيل صغير ياما، أنا عارف مصلحتي كويس. أنا هتجوزها ومحدش هيقدر يمنعني. وانا قلت ان الجوازه دي لا يمكن تتم. سامع؟ اهدي بس ياما، مش معقول اللي بتعمليه ده. اهدي اقعدي بس يا حبيبتي واهدي. اهدى ازاي بس وانا شايفه ابني ضنايا رايح للنار برجليه. عايز اقعد اتفرج لحد الفرخه تقع في الراس. عايزك تبطلي تهويل ياما، الحكايه مش مستاهله ده كله. اخوك هيبقى عرة الرجاله وتقولي مش مستاهله؟ ياما بلاش تقدري السوق. يعني انت مش عارف دلال؟ عارف ان الناس كلامها كتير. الطم الطم يا اخواتي ولا شق هدومي. انت كمان بتدافع عنها؟ طب كفايه بقى ياما. اكيد عملت لكم عمل. فينك يا عطوه تشوف امك واللي بيجرى لها؟ اصل الحكايه جت فجاه كده. في ظروف هبقى احكي لك عليها لما تيجي ان شاء الله. غريب. ومين العروسه ان شاء الله؟ العروسه؟ العروسه مش غريبه عننا يا عطوه. دلال. ايوه يا ابني، بس مش كان من الواجب ان الحاجه تيجي معاك ولا اخوك الكبير؟ الحاجه بعافيه اليومين دول، وعطوه في مصر عنده شغل متلتل وده اللي مأخره هناك. وبعدين هو انا مش كفايه ولا ايه يا عمي؟ العفو يا ابني، انت الخير والبركه. كنا نستنى شويه. بصراحه سفر دلال ده هو اللي خلانا مستعجلين. إيه الحكاية؟ لا يكون عمي لخبط الدنيا. جرى ايه يا بنت؟ مسروعة على الجواز كده ليه؟ عاوز أخلص منكم ومن عيشتكم. تعالي يا دلال سلمي على عريسك. وانت يا عديده هاتي لنا الشربات. والنبي الجدع صعبان عليا. نفسي اقول له يهرب ينفد بجلده من العقربة دي. حرام عليك، إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟
مساء الخير يا أم. مساء النور يا ابني. سالم رجع؟ اهو قاعد جوه مع خالك. الشيخ حسن هنا. والدتك معذورة يا سالم. عايزة لك زوجة تسعدك وتهنيك. ودلال مالها؟ دلال مش الزوجة المناسبة ليك. حتى انت يا خالي، ده انت راجل بتاع ربنا وتعرف ان حرام ناخد الناس بالشبهات. وان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. هي الدنيا اتقلب حالها ولا ايه؟ انت يا سالم اللي بتديني درس في الدين؟ العفو يا خالي، بس انا زهقت من الغمز واللمز وكلام الناس بالظلم على بنت غلبانه زي دلال. انا لا ليا في الغمز واللمز ولا اقصد الاشاعات اللي بتتقال عليها. دلال ما تنفعكش لان طبايعكم مختلفه. انت يا ابني محتاج لواحده هاديه وطيبه زيك، وهي محتاجه لراجل حمش عشان يكسر شوكتها يمشيها على العجين ما تلخبطوش. يا خالي انا عارف دلال كويس. دلال بنت طيبه مش عاوزه من الدنيا غير بيت نظيف يلمها وجوز حنين يعطف عليه. صحيح مراية الحب عامية يا ابني، انت السكينة سرقاك. فوق لنفسك احسن ما تندم بعدين. انا هتجوزها ويا ريت ده يكون برضاك وبرضا الحاج. هقول لك ايه يا سالم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شكرا يا خالي. استغفر الله استغفر الله. ربنا يا ابني يهديها لك ويجعلها الزوجة الصالحة اللي تسعدك وتهنيك. اهلا يا شيخ حسن، اهلا، منور. الله يحفظك يا سيد بيومي. يا اختي كنا عايزين نهيص شويه، انما انتوا بقى اللي مستعجلين. الفرح في القلب يا ست عديله. ما تتعبش نفسك، عطوة مش هيجي. لا عطوة لا يمكن يتأخر عن فرحي. امال مالك قلقان كده؟ خايف لا يكون جراله حاجة. أصله مش معقول يتأخر كده من غير سبب. يا ناس يا عسل، نص عطوة وصل. الحمد لله بالسلامة يا عطوة. مبروك يا سالم. خضتني يا راجل. معلش يا سالم، العربية قتلت مني في الإسماعيلية. طب تعالى. وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله تعالى. إني استخرت الله تعالى. وقبلت زواج موكلتك الآنسة دلال مصطفى بركات. وقبلت زواج موكلتك الآنسة دلال مصطفى بركات. والله خير الشاهدين. الفاتحة. بسم الله مع السلامة. مع السلامة. أيرضيك هذا يا شيخ حسن؟ عايز ايه؟ فرح وبلا راقصة. تحشم يا ولد. مع السلامة.
هو ايه اللي حصل يا سالم؟ بسيطة. تعالى موري لك الهديه اللي جبتها لك. يا لهوي، جرتك ايه يا سالم؟ ايه اللي جرالك في ليله دخلتك يا عريس؟ مفيش حاجة يا أما الحمد لله جت سليمة. سليمه؟ سليمه ازاي؟ ده انت كلك مشرفط يا ابني. يا شوقي اجري شوف له حكيم. الحكايه مش مستاهله. جالكوا كلامي؟ قلت لكم دي ادامها نحس، وهو انا هو من اول ليله. يما بس وهي ذنبها ايه يعني؟ امال ذنب مين؟ اكيد هي السبب في الخناقه دي. انا ما كنتش عارفه انك شجاع للدرجه دي. وكمان شكلك حلو زي القمر. دلال، يا ترى هتحبيني زي ما بحبك؟ هتوحشيني انا. طب ما بلاش تسافر، خليك قاعد معانا كام يوم. ما اقدرش، لازم ارجع بورسعيد. شغل؟ ايوه، كمان الهدوء اللي هناك بيرايق اعصابي. حتى بعد صاحبتك اياها ما اتجوزت؟ انا مش ضد الستات المتجوزين، واظن انت بالذات عارفه كده كويس. فكري انت قليل الذوق. هو احنا طش؟ لما تفضي بيحصليني على المطبخ عشان تقلي الجمبري اللي طالبه جوزك. طب اسيبك انا بقى. قلت ايه؟ قلت لا طبعا. دي جنيتي. حتى تقول الفكره ايه؟ اعزمي عليها بتاعه. انت ليه مش عاوزه تفهمي ان انا بقيت ست متجوزه دلوقتي؟ ما اقدرش اعمل حاجه تغضب سالم. يا سلام، وعلشان يعني انت متجوزه تقومي تحبسي نفسك بين 4 حيطان؟ ثم انا قلت لك انكم مش هتبقوا قاعدين لوحدكم ولا. بصوا اقول ايه اللي فكري بيه؟ قولي له دلال بتقول لك الطريق بينكم لسه مسدود. يعني ايه؟ هو هيفهم. طيب يا ست دلال، مع السلامه. الله يسلمك. لا جمبري ايه؟ انا عاوزك في حاجه اهم من الجمبري. ايه بس ادخل.
ادي الموافقه المستعصيه. دي اخر ورقه مطلوبه مش كده؟ مفروض، الا اذا طلعوا قانون جديد يعقد لنا الامور زياده. يعملوها. حكمنا لصوص جايين نسرق وننهب، مش مصريين راجعين بلدنا نستثمر في اموالنا. المهم يا فكري بيه نبتدي ننفذ على طول، ما نضيعش وقت اكتر من كده. ازاي بس؟ طول ما الاغبياء دول سايقين العند. فيه طرق تخليهم يبيعوا غصب عنهم. فتحي، سببه قلت لك ان ده مش اسلوبي في الشغل. الله الله الله، ايوه اهو. تسلم ايدك يا حاج. صباح الخير. صباح النور. قربي يا دلال، شويه فول بالصلصه هتاكلي صوابعك وراها. بالهنا والشفا. سالم، كنت هتنزل كده وتنسى تديني الفلوس اللي طلبتها منك علشان اشتري الفساتين. معقول انسى يا حبيبتي؟ مدي ايدي خديهم من جيب الوراد. تكونيش فاكره ان جوزك عنده مال قارون، ده حتى خد من التل يختل. فضكوا بعافيه. يعني دايما كده يا اما كسره بخاطرها. حق يا اما مالكيش حق خالص. الناس خيبتها السبت والحد وانا خيبت ما وردت على حد. ها، ايه رايك بقى؟ يجنن. فكري بيه، صباح الخير يا حلوين. البوتيك نور يا فكري بيه. دقيقه واحده اجيب لك حاجه ساعه واجي على طول. على اقل من مهلك. مش ناويه تبطلي تقول؟ وانت مش ناوي تبطل شقاوه؟ دلال، دي سعيده في حياتك؟ طبعا. كدابه. سالم ابن حلال بيحبني. جوزك غبي واخواته اغبى، بيرفصوا النعمه برجليهم. ليه مش عايزين يبيعوا؟ عشان لو باعوا مش هيبقوا اصحاب ملك. ما هم هياخدوا 100,000 جنيه. ايوه بس الملك هو اللي عامل لهم قيمه ما بين الناس، وبعدين برضه هي حاجه مضمونه للزمن. انت عارفه ان كلامك مظبوط. ايوه، ليه لا حقهم؟ طب انا بدل ما اشتري منهم الارض اخليهم يشاركوني بقيمه الارض بالنسبه للمشروع. ايوه، هيبقى لهم نسبه في راس المال وطبعا نسبه في الارباح. يعني نبقى اغنياء؟ هيبقى معاكي فلوس تحتاري تصرفيها ازاي. انا لسه مستنيه زيارتك. هتفضل مستنيه فكري بيه، لاني مش هاجي. هنشوف. يعني خلاص يا عطوة نقول مبروك؟ خلاص يا فكري بيه، بس انا بقى ليا شرط. كافة اعمال النجارة بتاعت المشروع احنا اللي نقوم بيها. وده يبقى ازاي وانت عايش في مصر على طول؟ خلاص هرجع اقعد هنا واسيب المعرض مع شريكي. وانا موافق. فتحي، حضر العقود. اهو كده بقى نبقى في التمام. ولا حكايه رجوعك هتخلي الحاجه تطير من الفرح وتسامحنا بدل ما تديها نكد. وتعالى يا حاج رضوان شوف ولادك عملوا ايه في ورشتها. دلال اهي. خلاص يا دلال مضينا العقد وهنبقى شركاء الفكر بيه. وبكره بقى نلعب بالفلوس لعب واجيب لك كل اللي نفسك فيه. لا وايه؟ هنمسك النجاره بتاعه المشروع وعطوه هيرجع يعيش معانا هنا في بورسعيد. مش معقول. اهو اساليه. لا بعدين. اصل انا موعده سلوى دلوقتي. طب ما تاخريش. طيب. عطوة مش لازم يرجع هنا، انت لازم تمنعه، فاهم؟ طلبك ده جه متاخر، ما اقدرش احققهولك. ابوس ايدك يا فكري بيه، ما تخليهوش يرجع. صدقيني الموضوع مش بايدي دلوقتي، احنا خلاص مضينا العقود.
قد كده رجوعه مخوفك؟ ايوه. ادي اخرة الدلع والمياصة. على ايه ده كله؟ على حته طبق. وليك يا عين ترد عليا يا بت؟ ما دام ماسكاني على الواحده. وبعدين بقى ما تخلي مراتك تتلم يا سالم. ليه بقى يا سي عطوه؟ شايفني مبعتره؟ لا كده يا دلال، ادخلي جوه اسر الشر. حاضر يا سالم، من عيني. انا هاخد اكلك معايا عشان نتعشى جوه لوحدنا. مستني ايه؟ ما تحصلها قبل العشاء ما يبرد. انت عايز الحق بقى ولا ابن عمي؟ قول اللي انت عايز تقوله. بصراحة بقى انت وامي مزودينها حبتين. خلاص دلال بقت مننا، وبعدين سالم بيحبها وهي بتحبه. خلاص قلت اللي عندك يا فصيح. ايوه. طب سيبني بقى اخلص حساباتي. ما تيجي تاكل؟ قلت لك ماليش نفس. ادخل. قول لي يا سالم، انت مستريح للجدع اللي اسمه عبد التواب ده؟ ليه؟ لا اصل في غلط في زونات التسليم. طب هنثبت ده ازاي؟ بكره الصبح ننزل بدري ونعمل جرد للمخزن قبل العمال ما يوصلوا. طيب تصبحوا على خير. انت هتفضل طول الليل تاكل ولا هتيجي بقى؟ جاي حال. الله، ما كفايه اكل بقى، تعالى. طيب نام هنا. شد حيلكم يا رجاله. اهلا وسهلا. الله، انت مش قلت انك تتفسحي في المركب؟ لقيت الموج عالي. وانت تسمح تقولي سايب شغلك وتعمل ايه هنا؟ بقول لك ايه، فيكي من يكتم السر؟ في بير. انا جاي اخد المسدس بتاع عطوة. يا نهار اسود، ليه؟ ومالك خفتي كده ليه؟ ده انا واخده هتمنظر بيه قدام جماعه وارجعه تاني مكانه. ايوه يعني المسدس ده فيه رصاص؟ اما نشوف. اهو ادي الرصاص يا ستي، طمنتي؟ يا اخي خضتني. اهلا 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 وسهلا باولاد الحاج رضوان. تفتكري بقى نبتدي بمين؟ نبتدي بعطوة عشان مفتري. صح. ودلوقتي بقى سالم. سالم؟ اه ولو انه جوز، لكن معلش بقى، ما هو هزار. معلش. فكري بيه بقى اظن. ها يلا. الحمد لله ما جرالوش حاجه، بس كده هيفتكروا ان انا كنت عايز اقتله. اقول لك اديني انا المسدس واجري انت. طب وانت هتعملي؟ اسمع الكلام بسرعه، يلا اجري اجري.
انتي؟ كنت فاكره المسدس فاضي. وافرض انه فاضي، تقومي تنشين عليا انا ليه؟ انت عايزه تموتيني؟ انا مش شايف حاجه تضحك. طالع ضحك بقى. ايه اللي انت عملتيه ده؟ وازاي تحت المسدس؟ هي حصلت لعبه بالنار؟ ده كلام يا دلال، كانت هتبقى مصيبه. وانت كان ايه اللي جابك هنا؟ كنت بدور على جوزي. هو ايه اللي حصل؟ مالكش دعوه. انت كنت فين من الصبح؟ ما انا كنت اتفضل روح شوف شغلك. وانت اجازه النهارده بس بعيده من هنا. تفتكر الجوازه دي هتستمر لغايه امتى؟ هو حضرتك جاي تطمن على الشغل ولا جاي تطمن على العيله؟ لما بتبقى لوحدها وفاكره ان ما حدش شايفها بتعيط. وايه دي وش عياط؟ دي ما بتحسش. عطوه انت صنايعي شاطر وبتفهم في النجاره كويس قوي، لكن اكيد ما بتفهمش في الستات. الستات يا فكري بيه مش عايزين اللي يفهمهم، عايزين اللي يشكمهم. ايه ده؟ ما تحاسبي دي. انا طالعه طول على ست سنيه اطلع بعافيه شويه وجابوا لها حكيم. ده عطوه هيموتني لو اتاخرت عن كده. قول لي سالم يجيب لنا تفاح معاه. طيب.
انت بتعملي ايه هنا؟ بره. اهو يا سيدي اخيرا وصل. اوعى ادخل يا اخي. دلال دلال انت متضايقه من حاجه يا دلال؟ انت طيب قوي يا سالم. يعني مبسوطه معايا ومش ندمانه؟ مبسوطة لكن خايفة. خايفه من ايه؟ مش عارفة. انت بتحبني يا سالم مش كده؟ بحبك قوي يا دلال. صحيح يا سالم؟ عاوزني جنبك على طول ما تقدرش تعيش من غيري؟ طب ليه ما بتقوليش كده؟ بوسني بوسني يا سالم. خد بالك مني، خد بالك مني قوي يا سالم. ناجي انا باص شيب علبة السيجاره بتاعتك 100 جنيه صنفوار. شايفك وانا شايف. وانا كمان. كارت كارت واحد. كارتين وانا كمان 2. وانا 3. بارول. صلت شايفك. انا شايفك. باس. انا معايا كريال تكسب. مش معقول، ده ايه الحظ ده؟ حتى في اخر كوب. الله الله الله، ده قر ولا ايه؟ عن اذنك اتفضل. حرام عليك يا فكري. قصدك ايه؟ أنا طول عمري بسمع إن اللي سعيد في اللعب بيبقى تعيس في الحب أو العكس. إنما أنت بسم الله ما شاء الله عليك سعيد في الاتنين. في اللعب حظك بومب وفي الستات بومبين. لما واحدة زي القمر تعيش تحت جلدي في دمي تشغل بالي ليل ونهار واتجوزها لراجل تاني ارميها في حضنه بايدي، تسمي ده ايه؟ حظ سعيد برضه؟ طبعا حظ سعيد لأنك ما اتدبستش واتجوزتها أنت. فكري، أنت مش شايف إن الحكاية دي طولت زيادة عن اللزوم؟ مش بإيدي، مش بإيدي يا ناهد. بره الملعب رامي التماس للنادي المصري، هيلعبها حسام غويبه. اينو يجيب الجول الاول للنادي المصري بعد
11 دقيقة. كورة عرضية في سقف والله العظيم كنا والنبي ما انا فاهمه ايه اللي عاجبهم في الكرة دي. مزاج يوم يصوتوا ويصرخوا بالشكل ده. يوهو، مش يشجعوا بلدهم ونادي بلدهم. انا بقى بشجع الاهلي. العرض ياخدها حسام غويبة هيك لإينو. حلوه يا كابتن، حلوه يا كابتن. بالكعب الواحد في الارض. حاسب ده، حاسب بس عليه. الخطيب مجدي عبد الغني على يمين عادل عبد المنعم. هو جول مجدي عبد الغني يجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. ازاي بس النتيجه الان كان لازم يخش عليه. الهدف واحد. حسابها طبعا. سمير فوزي لعب توصل للخطيب. زكريا ناصر اتصال كرة اوفسايد. الاولانيه اوفسايد. حسن باينه من الاول، متفقين علينا من الاول. لوحده اللعيبه كلها ورا بتاعتنا، هو لوحده قدام الجول. كان يديهم ماتش بدل ما يلعبوا ويتعبوا نفسهم. ده جايبينه منين الريف؟ جايبينه منين ده؟ معلش يا ولاد، ربنا على الظالم. طب دي قناة تانية فيها فيلم أجنبي يجنن. معلش، اصل المرحوم ابوهم لا كان اسمه الخواجه رضوان ولا كان بيلبس برنيط. النادي الاهلي والنادي المصري اللي انتهى بفوز النادي الاهلي بالتسجيل لهدف واحد. على فكره يا سالم، ضروري تفوت على الحاج صابر النقاش في مصر. ابقى افوت عليه بعد ما اخلص مشتريات الرواية. ايه انت هتلحق تعمل ده كله في يوم واحد؟ هلحق، بس مش هقدر ارجع بورسعيد قبل الضم. خلاص ابقى بايت في مصر وارجع تاني يوم. سالم، انت هتبات في مصر؟ ليله واحده بس يا حبيبتي. طب خدني معاك. هتزهقي، هبقى طول الوقت مشغول. معلش، مش عاوز استنى هنا لوحدي. دلال حبيبتي، يلا بقى عشان هنتأخر. عاوز انام. يعني ايه يا حبيبتي، مش هتيجي معايا؟ ليه طبعا. طب يلا يلا حبيبتي، يلا يلا. طيب. احنا ناكل ونرجع جري للعمال. اهم حاجه نعملها التامين على السقالات، وخصوصا السقالات الطياره. هات لقمة. اتفضل. امال دلال فين؟ بسلامتها بتتفسح بالمركب. ايه؟ هي البنت دي مش هتجيبها لبره ابدا؟ وفيها ايه بس؟ ما هو سالم معلمها السواقه ودايما بيفسحها في المركب. فيها ايه يعني ايه؟ الموتور بايظ وبيسرب زيت وممكن يتحرق بيها في اي لحظه.
اركبي. كام؟ 39 وشرطتين. دلوقتي الكمادات هتنزل الحرارة. ما كفايه شرب بقى يا عطوه. هو الافندي ده بيعمل ايه عندها؟ أنا هسيبك دلوقتي تستريحي، وإن شاء الله الصبح هتبقي عال العال. شوقي، أنا خايفة، عايزاك جنبي. خليك جنبي لغاية ما أنام، وبعدين ابقى امشي. طول عمري بخاف لما بيبقى عندي سخونة. طيب اهدي يا دلال، ما أنا جنبك أهو. ايه الحكاية؟ ايه يا مولى؟ الكبير الظهر والصغير بالليل. الظاهر انك ما بتشبعيش. انت سكران وما انتش عارف انت بتقول ايه. اخرج من هنا. انت هتبوق فيا يا واد. انجر قدامي على اوضتك. خلاص يا فجرة، شعللتيها نار وارتحتي. اصحى يا عطو، ما انت صغير على كده. هعمل لك قهوة فواك. عطوة، ايه اللي مصحيك بدري كده؟ انا كنت فاكر انكم لسه في السراير. ما جاليش نوم في سرير اللوكاندا. الساعة 3 الصبح خدت شنطتي وعلى أول تاكسي عدل. جبت للحاجة بسبوسة من اللي بتحبها. على فين؟ على الورشة. طب ما لسه بدري، مش تستنى اما احكي لك عملت ايه في مصر؟ سيبه دلوقتي يا سالم. هو ماله ياما؟ تعالى معايا، عايز اكلمك. خش. دي هتعجبك قوي، خدي دوق الحتة دي. سالم، عاوزاك تحلف على المصحف ده انك ما تخالفش وصية المرحوم ابوك. وصية ايه ياما؟ مش فاكر لما ندهلك انت واخواتك وهو على سرير الموت وطلب منكم انكم تبقوا ايد واحدة انتوا التلاتة، قلبكوا على قلب بعض ومحدش يقف في وش اخوه مهما حصل؟ وايه اللي فكرك بالكلام ده دلوقتي ياما؟ احلف انك ما تخالفهاش يا سالم. ياما انت مش عارفة غلاوة عطوة وشوقي عندي قد ايه؟ يا ابني ريح قلبي واحلف. حاضر حاضر ياما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله اني ما خالفش وصية ابويا. اتفضلي. استريحت ياما؟ ما تقولي لي ايه الحكايه ياما؟ طلع دلال يا سالم. ايه؟ دلال ما صانتش عرضك، مرمغت شرفك في الطين وانت مسافر. ياما حرام عليكي دي لو مش مصدقني روح اسالها، مش هتقدر تنكر انها خانتك. خانتني مع مين ياما؟ وليه المصحف والحلفان؟ مع حد من اخواتي؟
عطوة! اتاري ما كانش قادر يبص في وشي. سالم! رايح فين؟ هغسل عاري ياما، هشرب من دمه ومن دمها. سالم! عطوة اخوك يا سالم، وانت حلفت على المصحف. عطوة خلي ياما، خلي! لازم يدفع الثمن. بلاش تضيع نفسك انت واخوك، دي كلبة ولا تسوى. القمطة دي مش مربوطة كويس. تبقى تحرق عليها. خبيتها فين؟ خبيت مين بس يا سالم؟ مش عارف مين يا عطوة. الخاينة اللي زيك. اهدى يا سالم، احنا اخوات وعيب نتخانق عشان واحدة فجرة. دلوقتي بس افتكرت ان احنا اخوات. سالم! 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 قتلت سالم يا عطوة. ابدا ابدا. قتلت اخوك يا عطوة. لا، هي اللي قتلته، هي اللي قتلته. ممكن اكلم فكري بيه تاني؟ نزل من امتى؟ انا كنت متأكد ان هلاقيك هنا يا فجرة. عاوز ايه يا عطوة؟ قتلتيه وهتدفعي الثمن.
ليه؟ ليه يا عطوة؟ ابني ابني قتلت اخوك يا عطوة، قتلت اخوك يا عطوة، يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي قتلت اخوك يا عطوة، قتلت سالم يا عطوة. عطوة عطوة يا ولادي يا حبايبي يا حبايبي